مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في أول عدد من حصة جرعة عافية اللي راح يكون من تقديم وإعداد الدكتور عيادة عبد الحفيظ. نتكلم فيها عن التغذية الصحية، عن بعض الأدوية وكيفية استعمالاتها. راح نتكلم كذلك في كل ما يخص الأمراض الجسدية والاضطرابات النفسية سواء عند الكبار أو الصغار. في حصة اليوم بإذن الله راح نتناولوا موضوع مهم وشيق، وكنت تناولته في كثير من المواقف، اللي هو موضوع الخلعة. أول حالة راح نسمعوها تسجيل صوتي لحالة، ثم نتناقشوا كل حالة على حدة في الأعراض تاعها بإذن الله. صار لي المشكل هذا منذ حوالي 6 سنوات، مع العلم أني مشيت لكل الأطباء، مشيت الأطباء سبيشاليتي، مشيت الأطباء المختصين تاع الوخز بالإبر والحاجات هذيك، مع العلم أني ما عندي حتى تحسن. دروكا راح نروحوا الفقرة الثانية، هي الفقرة اللي نتناولوا فيها أو فقرة الصيدلة. اللي يستعمل في علاج الاضطرابات النفسية هو العلاجات علاجات استرجاع السيروتونين. هي مضادات الكآبة يسموها لي زونتي ديبريسور، مضادات الكآبة، يعني من الاسم تاعها تدعو إلى الكآبة يعني. إذا ننتقلوا إلى فقرة جديدة، فقرة أخرى نتناقشوا فيها التغذية الصحية. راح نعطيكم بعض الأغذية اللي تنفع في رفع من الهرمونات أو النواقل العصبية. احنا قلنا باللي السيروتونين هو هرمون السعادة، الدوبامين هو هرمون المتعة. الآن نمر إلى أسئلة المتابعين، اللي كثير من المتابعين اللي حطوا تعليقات على الصفحة طلبوا استفسارات على الحالات الخلعة والفجعة أو الاضطرابات النفسية. كان حطوا بعض الأعراض وطلبوا العلاج. كاين أسئلة كان طلبوا التشخيص، بإذن الله نحن نذكره في الحصة القادمة. كاين الأسباب مهمة جدا، الأسباب من جي الخلعة أو الفجعة. التفسير الكيميائي ممكن أعطيتكم بعض التفسيرات. إن شاء الله تابعونا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.